السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم السبت 16/3/2024. معانا إن شاء الله في الفيديو أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز، ومعانا أسعار الذرة المستورد والذرة البلدي، ومعانا أسعار الفول البلدي وأسعار توريد القمح الموسم الجديد وأسعار القمح الموجودة حاليا في السوق. ان شاء الله قبل ما نبدأ يا ريت اللي ما اشتركش في القناة شرفني باشتراكه، بيشترك من تحت الفيديو بيلاقي كلمة اشتراك بيضغط عليها ويفعل الجرس كده يوصله اشعار على الموبايل وقت تحميل الفيديو على اليوتيوب على طول. هنبدأ ان شاء الله بأسعار الرز وسوق الرز اليوم. طبعا يا جماعة الأسعار اللي بنقولها هنا على القناة دي أسعار تنفيذية بيتم التنفيذ بها على أرض الواقع. أما بالنسبة لموضوع السوق واللي بيحصل في السوق فبنشرحه لحضراتكم. والناس اللي بتسأل عن السوق في الفترة الجاية هيبقى فيه زيادة في الأسعار ولا هيبقى فيه نزول، كل ده طبعا في علم الغيب، بس من خلال رؤيتنا للسوق. إن شاء الله لو حصل طلب على الرز الأبيض الأسبوع ده، متوقع يعني إن ممكن يحصل طلب على الرز الأبيض في الأسبوع ده، ممكن الأسعار تتحرك شوية. لو ما حصلش طلب مع استمرار العرض الضعيف اللي موجود والطلب الضعيف اللي موجود في السوق، ممكن الأسعار تستقر على كده. فده اللي نقدر نقوله لكم، أو ده اللي احنا عارفينه في السوق حاليا، وإن شاء الله لو حصل جديد بنعرفه لحضراتكم أول بأول. إنما وضع السوق حاليا الطلب قليل على الرز والعرض قليل برضه، فده عامل ثبات في الأسعار لحين يعني أي جديد يحصل. ساعتها لو حصل تغير بنعرفه لحضراتكم. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض على أول اليوم: أبيض عريض على جودة، زيت وبخار وسوليتكس. البضايع العالية في الرز الأبيض العريض 28,200 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب جودة الرز وعلى حسب مشتريات الرز الشعير وأسعار مخلفات الرز. بالنسبة للأبيض الرفيع على جودة، زيت وبخار وسوليتكس. البضايع العالية في الرز الأبيض الرفيع 26,800 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب الجودة وعلى حسب خدمة المضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض. أما بالنسبة لأسعار الشعير، أسعار الشعير طبعا ممكن تزيد 200 أو تقل 200 من منطقة لأخرى، وممكن تزيد 100 أو 200 جنيه على حسب طريقة السداد، سواء الدفع كاش أو آجل. فبتختلف من مكان لآخر وعلى حسب طريقة السداد. بالنسبة لأسعار تنفيذ اليوم في الشعير العريض وصل للمضرب ب18,000 للطن. أما بالنسبة للشعير الرفيع وصل للمضرب 17,100 للطن. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن تلاقي أسعار زيادة 100 أو 200 على حسب المنطقة، على حسب المنطقة وعلى حسب جودة الرز الشعير، بالذات في الرز الشعير العريض. الرز الشعير العريض ممكن يزيد 200 جنيه أو على حسب جودة الرز. بالنسبة لأسعار التنفيذ من على أرضه، التنفيذ من على أرضه في الشعير الرفيع 16,900 للطن، وفي الشعير العريض 17,800 للطن، ودي أسعار تنفيذية من داخل السوق. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرسة مطحون من 1400 ل1600 للطن. الكسر الناعم من 13,200 ل13,400. أما بالنسبة لأسعار الجون من 11,200 ل11,400 للطن، وده طبعا أسعار من أرض المضرب. وبكده يكون عرضنا مع بعض أسعار الرز الأبيض والشعير على أول اليوم. إن شاء الله لو حصل تغيير على مدار اليوم في الأسعار هنعرف حضراتكم بالتغيير اللي حصل في السوق. بالنسبة لأسعار القمح وتوريد القمح الموسم الجديد، طبعا تم الإعلان رسميا عن أسعار القمح، وإن شاء الله يعتبر هيتم فتح الشون والصوامع من بعد انتهاء شهر رمضان بعد العيد إن شاء الله.
هيتم التوريد للهيئة العامة للسلع التموينية في الصوامع والشوى. سعر الأرداب توريد للحكومة الموسم الجديد: أرداب القمح 150 كيلو، درجة نظافة 23.5 ب2000 جنيه للأرداب. وأرداب القمح درجة النظافة 23 ب1975. وأرداب القمح درجة نظافة 22.5 ب1950 جنيه. ده بالنسبة لأسعار توريد القمح. أما بالنسبة لأسعار القمح حاليا في السوق: القمح القديم سعر الطن 13,000 للطن حاليا القمح الموجود في السوق. وبكده يكون عرضنا مع بعض أسعار القمح. بالنسبة لأسعار الذرة المستورد: استمرار النزول في أسعار الذرة المستورد على آخر تحديث للبورصة. الذرة المستورد البرازيلي صب أرض المينا الطن ب13,100. والذرة المستورد الأرجنتيني صب أرض المينا الطن 13,100. أما بالنسبة للذرة الأوكراني صب أرض المينا 11,100 للطن. وبالنسبة للذرة الصويا: أسعار الصويا 44% بروتين ب27,000 للطن، وصويا 46% بروتين ب28,000 للطن صب أرض المين. ده بالنسبة لأسعار الذرة والصويا المستورد. بالنسبة لأسعار البلدي: أسعار البلدي تنفيذ لدى التجار اليوم: الذرة الأصفر البلدي من 12,800 إلى 13,200 للطن تنفيذ لدى التجار اليوم. والأبيض من 12 إلى 12,200 للطن تنفيذ لدى التجار اليوم. ده بالنسبة لأسعار الذرة البلدي. بالنسبة لأسعار الذرة بالنسبة لأسعار الفول البلدي: الفول البلدي تلاجات البضايع العالية، وزن الأرداب ب155 كيلو خام، يتراوح سعره من 5000 إلى 5200. ده البضايع العالية في الفول البلدي. ده التلاجات القديم. لسه الفول الجديد مفيش تسعير ليه حاليا. بالنسبة للقطن مفيش أي جديد في أسعار القطن حاليا، في انتظار إن شاء الله أي جديد يحصل، سواء بفتح المحالج للشركات لاستلام القطن المتبقي من المزاد اللي فات والمتبقي عند الفلاحين. المفروض يعني يتخذوا قرار بفتح المحالج عشان يستلموا كميات القطن اللي موجودة حاليا، لأنها كميات في كميات كتيرة اتسحبت من المزاد، وفي كميات كانت موجودة أصلا عند الناس ما كانوش ودوها في المزاد الأخير. طبعا الكميات اللي اتسحبت دي طبعا كانت اعتراض على أسعار شركات القطن في المزاد الأخير. ولو حصل جديد هنعرف حضراتكم على طول. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة